السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الأحباب، ونحن قادمون على موعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأيام طبعا مع السبابات والشتائم والاتهامات ورمي الناس بالبدع وإلى آخره. يعني الكلام ده بيفكرني بمسلسل تراثي غالب الناس بتسمعه، اللي هو مسلسل الضوء الشارد. كان في مشهد عمري ما انساه فكرني بالأيام دي. إيه المشهد ده؟ الفنان أو الممثل يوسف شعبان، اللي هو كان قائم بدور وهب السوالمي، لما كان بيتناقش وبيحاور واحد من الجماعه اللي هم كان مصاحبين لاخوه في الجبل، اللي هم الارهاب، اللي هم كانوا بينزلوا يسرقوا وينهبوا، وطبعا بيظهروا في مظهر الثياب واللحيه والكلام ده. يعني اللي هم بيقول له ايه؟ قال له: قول لي يا مولانا، انتوا هتقولوا قال الله وقال الرسول، انا نفسي اسالك سؤال واحد. قال له: قول. قال له: انتوا هتسرقوا على مذهب مين؟ فيعني انا بقول للجماعه اللي هم بيشتموا بعض دول: انتوا هتشتموا بعض على مذهب مين؟ يعني الصوفية اللي هم بيدعوا حب النبي صلى الله عليه وسلم، والتيار السلفي اللي هو بيدافع عن السنة وفقه الدليل، وغيرهم وغيرهم وغيرهم، والشبساوية والبطاطساوية والناس دي كلها، انتوا هتشتموا بعض على مذهب مين؟ يعني اللي بيدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، هل حب النبي يقتضي ويوجب انك انت تدافع عنه بأي وسيلة، حتى ولو انك انت هتسب غيره؟ واللي بيدافع عن سنة النبي وبيدافع عن فقه الدليل وبيرمي الناس بالبدع، وانت حضرتك شايف ان سنة النبي بتقتضي انك تقول لغيرك يا مبتدع يا معرفش ايه؟ والجماعة الصوفية، هل حب النبي بيوجب عليك انك تقول لغيرك يا جاهل يا وهابي يا متسلف يا نابتة يا مش عارف ايه ده؟ يعني في النهاية انتوا هتشتموا بعض على مذهب مين؟ قولوا لنا والله، قولوا لنا. سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.